هنعمل النهاردة مع بعضنا، هنعمل القرص الفلاح، وكمان هنحشيها عجوة، وهنحشي جبنة كمان، وهنورقها. هتورقيها ازاي كده؟ بص، شايفين عاملة ازاي القرص؟ عاملة ازاي مورقة من جواها، وتحفة وطرية جدا وريحتها روعة. طب نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهيا بنا نطبخ مع حنان. شايفين الجمال؟ يلا بينا ندخل على الطريقة ونشوف الطريان ده اتعمل ازاي. إيه هي؟ قرص فلاحي ولا كرواسون ولا ايه بالظبط؟ معايا 2 كيلو دقيق، كيسين خميرة فورية، كيسين خميرة فورية، او لو خميرة من التانية مفيش مشكلة، تجيبي قطعة كده حلوة كبيرة. كيس بيكنج باودر عليها عشان بتديها طراوة او بتبقى خفيفة، على 2 كيلو، خدوا بالكم على 2 كيلو. حطيت 3 معالق سكر، 3 معالق سكر. 3 معالق لبن بودر، ده لو عايزه تحطيه حطيه، ملوش ما فيش مشكله. 4 معالق سمسم، برضو محمصاه كده ومسخناه عشان يدي نفس حلو. معلقه ملح. نقلب بقى كل المواد الجافه دي كويس قوي، قلبيها قلبيها حلو كويس كده. معايا قد ايه بقى؟ معايا نص كيلو سمنه وزيت وسمنه وزبده، براحتك انت بقى. هحط بس ايه؟ هحط كوبايتين، هو نص كيلو او 3 كوبايات بالمج. هحط كوبايتين وهسيب كوبايه، هبقول لكم هنعمل بقى ايه في الاخر. تعالوا بقى اقول لكم كمان سر القرص الطريه الفلاحي المبسوسه. هنعمل ايه؟ اهم حاجه تبسيها، حتى لو السمنه قليله مش كتير زي اللي بيبقى القرص وزي القرص المبسوسه، لا بسيها. ما تحطيش اي مواد بقى، اي مواد سايله الا لما نبسها، ولا نحط لبن ولا نحط زبادي ولا حاجه. بسيها كويس، اقعد كده ايه، بسيتها كده شويه، يجي 10 دقايق. ومعايا كيلو الا ربع لبن رايب، انا مشترياه كده من الست الفلاحه، مش كان عندي ولا حاجه. ممكن لو لبن حليب ما فيش مشكله، زبادي اوكي ماشي. وبكوبايه كده ميه دافيه، ميه دافيه بقى، مش نشتغل بميه ساقعه. بعد ما دوبت اللبن الرايب فيه، يلا بينا. مش هتاخد عجين كتير، ده ما بعجنوش كتير، هو كل حاجه فيها تبسيها. ومعلقه عسل نحل برضه بتوديها في مكان تاني وبتخلي طعمها حلو قوي. اهو كوبايه السمنه اللي انا سبتها اهو في الاخر، دي في الاخر بقى بتخلي العجينه نفسها حلو قوي، نفسها وطعمها حلو، اكنك عاملاها كلها بسمنه. يعني احنا الحركه دي اللي احنا عملناها دي، نزلنا السمنه نصها 3/4، نزلت بكوبايتين وخليت كوبايه كده في الاخر. مش بعجن، انا مش بعجن، انا بقلب. انا هقلب بس ادوب السمنه، شايفين؟ انا مش بعجن، القرص مش بتتعجن، القرص بتتبس وبعد كده بتدوبيها ببعضها. هسيبها كده، مش هتاخد نص ساعه، مش هسيبها تخمر قوي. ليه بقى؟ لان لما اشكلها تاني هسيبها فتره، مش هشكلها، مش هسيبها دلوقتي في الوقت ده. بعد نص ساعه كده بسرعه بسرعه على طول اهو، مش ما ارتفعتش كتير. هقطعها، قطعيها بقى، قطعيها قد السفنديايه، قطعيها قد البيضه، قطعيها قد البرتقانيه البلدي، يعني الحجم ده يرجع لك انت. اهو بصي، هنقطعها كده قد البرتقانيه البلدي، قد السفنديه كده، ايوه. عايزه تصغريها شويه مفيش مشكله، كل ما تصغريها كل ما تديكي عدد، وكل ما تفضلش كمان. لو الولاد اخدوا واحده ولا حاجه، ما يفضلوش منها حاجه، ما يفضلوش منها حته ولا حاجه. تمام. قسمناها كده، هقطعها بقى كلها، خلصت تقطيع، وهبدأ فيها شغل على طول. يعني أنا مش هستنى بعد ما أقطعها، مش هسيبها، هبدأ بأول واحدة، بأول واحدة هقطعها. تمام، خلصت كده، بسم الله ما شاء الله، الكمية كلها خلصتها اهو، بقول لكم اهو. هغطيها برضو كده. يلا بينا ندخل بقى على العجوة بتاعتها. انا هرساها، ده بقى لحم مفصصاه، وبربع كوباية مية على النار حطيتها دابت كده زي ما انتم شايفين، وقطعة زبدة رميتها فيها، ومعلقتين سمسم. يلا بينا على طول بينا. مش هفردها بقى، وقلت لكم ايه، مش هفردها ولا هسيبها بره، على طول هبدأ في الحشو. هحشي، هسيبها كده يا دوبك بس افردها بايديا، مش هبطبطها على الرخامة ولا اي حاجة، بايديا كده وافردها واحط فيها الحشو واقفلها تاني. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هحطها تاني كده، وفي الصينيه كده بطبطيها بسيط بسيط مش كتير. حبها رقيقه بطبطيها شويه كمان اهو. اهو بايديا كده، تاني بايديا كده نفردها شويه. وبعدين بعد ما نحشيها بقى كده، هنسيبها بقى فتره. ممكن تسيبيها بقى نص ساعه، ساعه الا ربع، كل ما تسيبيها كل ما ترتفع معاكي بقى وتبقى حلو اهو. عبيهم بس، حطيهم كلهم، رصهم في الصواني اللي انت هتسوي فيه عشان ما تنقلهاش تاني. لو حكم الامر ما فيش صواني كتير ومش هياخد، ما عندكيش مكان، رصيهم على فوط المطبخ وغطيهم. وبعد كده ايه، في الصواني تبقي تنقليهم بالراحه، حاولي ايه تشيليهم بالراحه عشان ما تتمزعش منك وتكبر.
بس لازم تفرديها كده عشان تاخد راحتها في الرفعان بقى، ترفع وتبقى حلو، تبقى مفتحه من قلبها. وبعد اللي حشيت، بس مستعجله عشان جاي لي مشوار بسرعه بسرعه. يلا بينا. إيه هحشي؟ ايه هحشي؟ نوعين جبنه كمان على بعض، بيوديها في مكان تاني خالص، لان في عندي بيحب العجوه، وفي بيحب الجبنه. جبنه التركي مع الجبنه الموتزاريلا عملوا ميكس خطير، ما تحطيش عليها فيتا. يعني ايه، كليها بالطعم ده كده وهتعجبك جدا. وممكن تحشيها فيتا بس لوحدها، جبنه فيتا خليها لوحدها. عايزاكي تعمليها نفس الميكس ده، حلو قوي، حلو قوي قوي قوي، بالذات كمان وهي سخنه وهي ساقعه. ولو بردت منك طلعيها تشغلي الفرن تحطها بس 5 دقايق، بتبقى تحفه. برضو نفس اللي انا عملته في العجوه، هبطبطها كده واسيبها عشان العجينه تبقى تاخد راحتها خالص. يلا وبينا اهو خلاص. اخلص بقى برضو الكميه كده، اخلص الكميه الجبنه زي الجبنه زي ما انا عملت زي ما انا عملت العجوه. قلت بس اوريكم فكره كمان، عشان اللي مش عايز عجوه وعايزه تسحري بحاجه حادقه مالحه شويه. ولو عايزه تعمليها ساده اعملي، انا حشيتها كلها عجوه وجبنه. وتعالي عند العجوه فتحيها كده بالسكينه فتحتين، هفتحها كده. انما ام جبنه هشكشكها بالشوكه. فتحت دي فتحتين العجوه، الجبنه بالشوكه، عشان مش عايزاها تقب، انا عايزاها تفتح وتستوي من قلبها. بس ده بعد اهو، بسم الله ما شاء الله، ده بعد كمان ساعه الا ربع كده سبتها، اخدت بقى راحتها خالص، ارتفعت بقى براحتها. شايفين الفرن شغلته بقى 10 دقايق، ويلا بينا على التسوية ونقوله هنسوي ازاي. الفرن بعد ما يبقى سخن خالص هنخليه في الوسط. شايفين بسم الله ما شاء الله، رصيته بقى كله، حطيت بقى كل الصواني زي ما انا عايزه. هعمل ايه؟ احط تحت وفوق واحطه في كله. بس هعمل ايه بقى؟ افضل ايدي متابعه، اللي فوق احمر، اللي فوق وشه اتحمر احطه تحت، واللي تحت احطه فوق. افضل اتابع، مش هياخد معايا حاجه. شايفين اللي وشها بتحمر معايا انزلها، والفرن محمرها من تحت مستوت من فوق احطها فوق. يعني ايه؟ تقفي بقى بايدك بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يديك النتيجه الروعه دي على طول على طول، ومش هناخد وقت. شايفين الجمال؟ حلو جدا. اتفضلوا بقى معايا سخنه. انا الاول ما تطلعي ما عرفتش اصورهم في الصينيه علشان المكان كان محكوم معايا والصواني سخنه، فكنت بطلع على طول في الفوطه دي، كنت بطلعهم على طول في الفوطه دي، حاجه قطن كده، اي حاجه قطن عندك، وغطوهم بس 5 دقايق تطرى معاكي. شايفين مفتحه ازاي وطريه، طريه جدا ومفتحه وتحفه. بص 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 بص، بقول لكم بص بص بترد ازاي تاني. السمنه يعتبر مش كتير قوي، مظبوطه حلوه جدا. اعملي في نص كيلو، هتلاقي نفسك مش حاطه كميه كتير، في نص كيلو بس دقيق، وجربيها حلوه قوي قوي. هتفضلي تعمليها حلوه في السحور. شايفين الجبنه؟ لما بتحطي الجبنه التركي مع الجبنه التركي مبشوره مع الجبنه الموتزاريلا، تحفه تحفه. اشوف وشكم بخير فيديو جديد، يا رب بس اكون ضفت اي حاجه لو بسيطه خالص، ويا رب الفيديو يعجبكم. شايفين العجينه مورقه اصلا ازاي، حلوه قوي حلوه قوي. اقول ايه؟ اشوف وشكم بخير فيديو جديد، مع الف سلام، في رعايه الله وحفظه.